السلام عليكم ومرحبا بكم. معكم زينب من قناة شهوة زينب مع فيديو جديد. طبعا اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الغديوة ديالي، وفي نفس الوقت غادي نعطيكم افكار اللي هكايا تقدر تسهل عليكم اليوم ديالكم، وكذلك غادي نشارك معكم الطريقة ديالي في تكتوكة وايضا في الدنجال مشرمل بطريقه اللي زوينه وسريعه. نتمنى الفيديو ديال اليوم انه ينال الاعجاب ديالكم، وكذلك تدعموني بلا لايك ديالكم والتعليق ديالكم، واللي كيزور القناه ديالي لاول مره فيشترك فيها ويفعل زر الجرس باش هكا يوصلو كل جديد كنحطو. فنبقاو مع اول تحضير. فغادي نحضروا تكتوكه. عندي هنايا 3 ديال المطيشات محكوكين كبار او 5 صغار. عندي 3 ديال الفصوص ديال الثومه، معلقه كبيره ديال الطماطم المصبره، وعندي ايضا القزبور ومعدنوس. دائما الكميه على حسب المطيشه اللي عندكم. بالنسبه لهداك الماء غير الماء ديال المطيشه. عندي هنا بالنسبه للتوابل غادي ندير نص معلقه صغيره من فلفل احمر الحار اللي هي السودانيه، معلقه صغيره عامره ديال التحميره، وغادي ندير نص معلقه عامره صغيره كذلك ديال الكمون، انا هذه هي الشرمونه المعتمده عندي، وكذلك الملحه. طبعا الملحه يعني كتبقى على حسب الذوق ديالكم، كاين اللي كيبغيها مسوسه وكاين اللي كيبغيها هكا تكون مملحه شويه. وبطبيعه الحال غادي نضيف زيت الزيتون. وبالنسبه لهنايا عندي انا الفلفله الحمراء مشويه، فات ليها شويتها يعني بنهار قبل اولا شويوها بليله قبل باش هكايا تتسهل عليكم الخدمه وما كتضيعش لكم الوقت في الشويان ديالها. كنضيف كلشي في دقه واحده وكنغطي عليهم وكنحطهم فوق النار اللي تكون مهيله حتى كطيب هذيك المطيشه مع الفلفله. وندوزو باش نحضروا الدنجال ديالنا. عندي هنايا الدنجال، الكميه دائما كما قلت لكم على حسب الاختيار ديالكم. كناخذ الدنجال كنقطعوه على 4. بالنسبه لأنا هاد الدنجال معمر عندي فيه بزاف ديال الطرق، بما انه كنت مزروبه وخصني نوجد الغدا يعني يكون يعني غدا اللي متنوع ويكون في نفس الوقت يعني اللي انسان يشبع فيه. فانا هاد الطريقه يعني كنعتمدها ودغيا تيوجد في 10 دقائق 4 ساعات كيكون واجد. كنحضرو في الكوكوط، وملي كيكون عندي الوقت كنبخرو في الكسكاس وكنخليه عاد كندير ليه الشرموله اللي كنكون دوزتها في شويه ديال المقله. ما علينا. كناخدو دابا الدنجال كنحيد ليه داك شويه من دوك الريوسه وكنقطعو بحال هكا على 4، ولكن ما كنوصلوش حتى للراس. بحال هكا كما تشوفوا معايا في الفيديو كنقطعو غير هكا في النص في الاول، وكنعاود نقسمو على الربع. كيعطيوني 4 ديال الطروفه، وكما قلت لكم ما كنوصلوش حتى للراس. صافي من بعد هنايا كنكمل الكميه كامله اللي عندي وكنوض نحضر في الشرموله تماما يعني بحال الاولى، يعني ما كانش شي فرق كتير. هنايا هذيك الربيع منين دقيتو درت معاه الثومه، يعني درت معاه الثومه. هذاك الشيء باش ما غاديش تبان لكم الثومه هكا محكوكه. كالعاده الملحه، وعندي هنايا تحميره، وعندي سودانيه، وعندي واحد المعلقه صغيره ديال الطماطم المصبره، وعندي القزبور ومعدنوس. ودائما تنغلب القزبور على المعدنوس كيعجبني. وكنخفف الشرموله ديالي بالماء، ما كنديرش دابا الزيت، كنخلي غير شرموله عاديه حتى الاخر عاد كنضيف الزيت. كما تشوفوا هنايا هذا هو القوام ديال الشرموله اللي خصني. كنبقى كناخذ هكا دنجاله بدنجاله وكنبقى تندخل فيها واحد شويه ديال الشرموله. هاد العمليه هادي كنديرها واخا ما يدخلش مزيان، راه ملي كيطيب كيتشرب هذيك العطريه وتتشرب هذيك الشرموله وديك الزويته اللي كتبقى فيها. هي النيس باش كنبقى تنسقي بها الدنجال. بالنسبه للمده ديال الطهي ديالو، منين كتبدا تصفر الكوكوط صافي تنحسبوا 10 دقائق او لا 15 دقيقه. انا بالضبط حسبت 15 دقيقه تماما وحليت عليها. صافي هنا كما تشوفوا غادي نكمل الكميه كامله اللي عندي بالشرموله، وعاد غادي نضيف الزيت من فوق منها، من فوق من الدنجال مباشره. وهذيك الشرموله اللي بقات ليا في الاناء غادي نضيف عليها واحد شويه ديال الماء، تقريبا واحد كاس ديال العنبه ما عامرش ديال الماء، وغادي نضيفها كذلك على الكوكوط. كنأكد عليها العافيه تكون مهيله بزاف، راه الدنجال ما كياخذش وقت طويل ودغيا تيوجد. هانتوما تشوفوا معايا هذيك الشرموله اللي بقات ضفت ليها واحد شويه الماء وزدتو على داك الدنجال، وغادي ناخذ زيت العود وغادي نضيفو عليه. وهنايا خديت حتى الحامض مصير وتا هو ضفتو عليه.
وصافي، وكنسد عليها وكنخليها طيب، وغادي ندوز باش نوجد الحوت معكم. بالنسبه للحوت هنايا عندي الميرلا، عندي فانيكا، عندي الصولمون، عندي هنا مجموعه ديال الحوت الابيض. هنا غادي نقلي انا الحوت. شنو كندير لهاد الحوت الابيض؟ كنقيه، كنحيد ليه داك المصران ديالو اللي كيكونوا الوسط وكلشي، كندير فيه الحامض والملحه صافي. غير الحامض والملحه كيجي بنين بزاف. وكاين اللي ما كيدير لا حامض وترشيه شي شويه ديال الملحه، واللي باغي الحامض تيديرو. يعني كل واحد تبقى الاذواق تختلف. كما تشوفوا هنايا عصرت حامضه لان الكميه كانت عندي تقريبا شويه كثيره، يعني ماشي قليله. هنايا عصرت عليه حامضه باش ما كتبقاش داك الزفاره ديال الحوت واخا راه مغسول مزيان. حيدت له داك الراس، حيدت ليه كلشي. كاين اللي كيخلي المرله بالراس ديالها، لكم الاختيار. المهم انا شخصيا ما تنفضلهاش. صافي كما تشوفوا معايا هنايا كنعصر الحامض مزيان مزيان، وضفت الملحه، وغادي نخلط كلشي، وغادي نخليه يترقد في هذاك الملحه والحامض يتشرب واحد شي شويه. عاد باش ندوز نضيف ليه الدقيق اللي كنخلطو مع شويه ديال السميد الخاشي اللي هي السميده ديال الحرشه، باش كيعطيني واحد الحروشيه في الحوت ديالي زوينه. صافي كما تشوفوا معايا هكا كنبدا نخلط. وهي تبان ليا هنايا واحد الحوته خليت ليها الراس، دابا نحيدو ليها. انا كما قلت لكم ما كيعجبنيش الحوت فيها الراس. صافي كنبقى هكايا مستمره، وغادي نخليه على جنب، وغادي ندوز لباقي التحضيرات. فهنايا من بعد ما دازت ربع ساعه، ها هو الدنجال ديالي من بعد ما وجد. غادي نخليه على جنب حتى نقرب نحط كلشي، وغادي نحطو حتى هو في الطبيله. صافي من بعد هنايا درت شويه الزيت في المقله، وبديت كنقلي في الحوت ديالي. وفي نفس الوقت هنا هي وجدات التكتوكه، كنخلي التكتوكه طيب حتى كتعزل تماما هذيك الزويته على التكتوكه ديالنا، باش كتجي زوينه بزاف، كتجي مجمره وكتجي حلوه. انا ما تنفضلش الفلفله الخضراء باش نكون معكم صريحه، كنبغي نخدم بزاف بالفلفله الحمراء، كتجيني حلوه والمذاق ديالها زوين وما كيديرش الحرقه. صافي هنايا غادي نبدا تنقدم الدنجال بهاد الطريقه هذه. كنهزو تنحطو وتنهز واحد شويه من ديك لاصوص وكنصبو فوق منه. بالنسبه لهاد الدنجال ممكن ديروه في الثلاجه ديالكم تيصبر لمده طويله، يعني ما تيخسرش. يعني هو من الاكلات اللي تقدري تقدميهم باردين، ماشي ضروري تسخنيهم. وملي كيكون سخون بطبيعه الحال وجديد في نهارو راه تيكون زوين. يعني انا درت واحد الكميه لا باس بها. انا ما حطيتش كلشي، انا حطيت غير القياس اللي غادي يتنكل. صافي ومن بعد قلت لكم كنهز هذيك لاصوص اللي كتبقى خاطره هكايا من التحت، وكندير واحد المزيوده اللي بغاها، والحامض مصير وبالصحه والراحه. وكان هذا هو الشكل ديال الطبق ديالي من بعد ما ساليته. نتمنى انكم تجربوه بهذه الطريقه، راه تيجي زوين بزاف وخطير والله العظيم. صافي ومن بعد حتى هي حطيت التكتوكه في التفصيل، كتجي زوينه ومجمره، كتجي بحال يعني طيبه مزيان حتى نزلات. ومن بعد ما قليت الحوت ديالي حتى هو قدمته في واحد الصحن ديال التقديم. وكان هذا هو الغداء ديالي ديال اليوم اللي شاركته معكم. نتمنى انه يعجبكم وتستافدوا منه. ما بقى لي نقول لكم الا بسلامه عليكم، وصلنا لنهايه الفيديو. نتلاقاو مع فيديو جديد ومع وصفه جديده.